بنزل من بيتي في كل يوم رايح للأهلي أنسى الهموم وارجع حرة مباشرة ترسل عالية، بعد ذلك الراسية خطيرة تاتيو كوروكي من جديد. كوروكي من جديد يبدو أنه لم يلمس حتى الكرة لتستقر. التعليمات على الكل، أنا لا. موصول كذلك لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم سعيد واهلا وسهلا بكم من جديد عبر قنوات الاس اس سي ومنصة الشاهد في الليلة الختامية لمونديال الأندية، لا بل في النسخة الأخيرة بهذا النظام. أكيد الليلة الفيفا ستودع هذا النظام، وأكيد ستكتب تاريخا بدأ في عام 2000 وسينطلق وسيمتد بتاريخ جديد. في ساكاي على اليسار 15 تاكاهيرو اكيموتو، قلب الدفاع 28 الدنماركي شولز. الحكم الليلة الأمريكية، بينما الكرة خطيرة 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 خطيرة، لابد للحذر في البدايات، لابد للحذر في البدايات. الفريق الياباني يريد أن ينقض على الدقائق. الفريق الياباني انطلق الهجوم، هذه خطيرة تسوكيتو، عرضية والدفاع يتدخل. برافو ياسر ابراهيم اللي ممكن كان في مضايقه كده. بيرسيتاو كنترول، بيرسيتاو حتى من يخلص له امام عاشور، شوت ركله جزاء. الحكم ماذا هناك؟ ما فيش كلام من الامريكيه، ما فيش كلام من توري بينسو، ما فيش صافره من بينسو. ما الذي حدث في واحده من في مباراه كانت في المتناول في الشوط الاول بعد الفرص الكبيره؟ خطا من الدفاع ومن الحارس محمد الجناوي، ركنيه اولى في المباراه لمصلحة أوراوريتس. طويلة هذه العرضية وهذه التسديدة من كانتي، لكن فوق المرمى تضيع. هذا هو كانتي هدافهم، عنده 8 أهداف في الدوري. فالانتصار على فريق ليون المكسيكي بالهدف اللي سجله الشالك، الدبابة الشالك. هذه خطيرة، هنا الكرة كهربا راحت، عادت إلى الشحات، قوية إلى خارج أرضية الملعب. مش ممكن يا محمود يا كهربا، ضاعت الكرة بين قدميك في واحدة من الكرات. مر يحط مرة أخرى أحمد نبيل كوكا، عرضية خطيرة، بيرسيتاو في المرمى. لا، ماذا هناك؟ ما الذي جرى في اللقطة الماضية؟ سلامات يا بيرسيتاو، كرة يا سلام عليك يا حسين الشحات في الموندياليتو. كرة تعود من جديد، وصلت هذه المرة ضغط أهلاوي خطيرة جدا. إمام عاشور كنترول، فرصة لكن الدفاع والحارس مش ممكن. الراية كانت مرفوعة في اللقطة الماضية، والكرة تعود من جديد. يسار علي معلول، أرضية والدفاع والقائم مش ممكن. كرة خطيرة جدا من علي معلول، انسلال يعيدها من جديد. خلينا من التاريخ نعيش اللايف والمباشر الآن. تسديدة من محمد هاني قوية في المرمى، الله، ياسر إبراهيم يتقدم للنادي الأهلي بعد صاروخ محمد هاني. 1-0 لكبير الماما أفريقيا، 1-0 لبطل إفريقيا في كرة والأروع. محمد هاني الصاروخ من بعيد يريد الجول الثاني. علي معلول عرضية، الفريق الياباني 22. خلاص النسخة هذه آخر نسخة منها تقريبا. سنعيش على واقع أخطاء دفاعية كارثية. بيرسيتاو يا ولد بيرسيتاو، وأحلى الهدايا للنادي الأهلي. بيرسيتاو يجيبها في الشباك. قلت لكم أوراوريتس ينهار تقريبا، ضاع بين لاعبي النادي الأهلي في هذا المساء، ضيعوهم. لا، خطيرة، حسين الشحات تركها لكهربا، بيرسيتاو أمام معلول، هذه بالراس. وين راح يا كهربا، وين رايح؟ على اليمين في محاولة المرور، يلعب إلى الأمام. الكرة تعود إلى إيواو بشكل ممتاز، لكن الشناوي كان الأقرب. الشناوي 19 والذي خسروه، بينما العيدها مرة أخرى إلى تاكاهيرو السكيني على اليمين. هذه ممكن تكون صعبة بالراس. المتابعة خطيرة على الطاير يا كانتي،
كانتي يقلص الفارق للفريق الياباني. ورواريت ديامونتس في كرة وفي فرصة وفي خطورة كانت قادمة على اليمين، استغلها. فرصة واحدة جابوا جول، وصلت من جديد. هنا الكرة تعود لمصلحة النادي الثالث. إمام عاشور عرضية الرأسية من الدفاع جديد. في بعض الأحيان تشعر بأنه وكأن الأهلي يريد أن يتراجع. إلينا في هذه اللحظات محمد الشناوي في حراسة المرمى. بقية الأسماء محمد ديلي، المدرب السيد سكورزا، في مرمى الليلة نيشيكاوا. بقية الأسماء أسكيني وإيواو. كرة تخرج من الشناوي، خطأ من الدفاع، خطيرة إلى كانتي. كانتي حطها لكن لحسن حظ النادي الأهلي، لحسن حظنا وحظ النادي الأهلي. الكرة كانت أوت في أول لمسة لهذا الهولندي، لوحده راح، مر من الأول من الثاني حتى الشحات. الله لو اكتملت إحسان، يا لا من مرتد بالكعب بيرسيتا وخلصها خلف الخلف. ممكن العرضية هذه الرأسية بران. سهلة إلى محمد الشناوي، سهلة إلى محمد الشناوي في ليلة أوقف فيها الميلان البوكا جونيورز، في ليلة كرة التعديل. أم يفسخها الشناوي، الثاني للفريق رواريت. الفريق الياباني عن طريق شولز يسجل الهدف الثاني ويعدل النتيجة. يا لا من مباراة، يا لا من مباراة، ويا لا من أجواء. يعود في النادي الياباني من جديد بعد تبديلات المدرب السيد سكورسا. صافرة هنا البدلاء القادمين بالنسبة للنادي الأهلي. بينما الكرة تلعب إلى الجهة اليسرى، سيدخل اللاعبان كريم فؤاد إلى إمام عاشور. هنا العرضية خطيرة، الراسية لمن؟ كرة علي معلول قوية. الله، الثالث للنادي الأهلي، واحد من عظماء كرة القدم في العالم. نعم يا سادة، في وقت نستعيد فيه الأمجاد ونستعيد فيه التاريخ، الأهلي يسجل الثالث بقوة معلول بيسار. كرة تعود مرة أخرى، الرأسية هذه المرة من محمد طاهر، والخطأ لمصلحة كريم فؤاد. أول محمد هاني رجع ياسين إبراهيم، كملها في المرمى. الله، لا 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 لا، خلصوها الأهلي. لا لا للنادي الأهلي. كرة تعود من جديد، وصلت إلى الجهة اليمنى. كيوزومي يحاول. سلامات هدافهم كانتي اللي يسجل أول أهدافه في الموندياليتو. شولز مع انطلاقه إلى الجهة اليسرى، خروج هيروكي ساكاي، إشارة القيادة تتحول إلى شولز. يرفع الكرة على العرضية الرأسية، لكن الشناوي في المكان السليم. جديد هنا البينية بعيدة، لكن تذهب مباشرة إلى خارج أرضية من طرف مروان عطية. محمد هاني عرضية، والحارس الياباني نيشيكاوا في المكان السليم. ركلة جزاء لمصلحة النادي الأهلي. الضربة القادمة، ينتظر الكرة القادمة. لا 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 لا، ضيع الهداف لأنه سجل الهدف الثالث في هذه المباراة. الهدف الثالث احتسب له في هذا المساء. المسك من كانتي والكارت الأصفر. كريم فؤاد قوي. عاشور ينطلق بالهجوم، عاشور لوحده يفكر في التسديد، والخطأ كان موجود. ركلة الجزاء علي قوية، لكن فوق المرمى ضاعت. ركلة مرمى لمصلحة أخيرة من هذه البطولة. الكرة تعود من جديد إلى كانتي راح لا، الدفاع يتدخل، والكرة فيها ركنية. لا، أم ركلة مرمى. الركنية قادمة للفريق الياباني، الركنية قادمة لقامات طويلة. هذه العرضية، هذه المتابعة، الدفاع والشناوي. برافو الشناوي، السد العظيم. الشناوي بقبضة اليد يبعدها إلى ركنية أخرى لمصلحة. وصلت إلى السولية. إمام عاشور مر. سلامات، احتكاك في اللقطة الماضية، لكن الكرة إلى كريم فؤاد. كريم فؤاد رحمة، يرفع الكرة العرضية في الشباك الخارجي، خطيرة جدا. بسرعة إلى كريم فؤاد، راح لكن خروج ممتاز للحارس نيشيكاوا.
يوقف كريم فؤاد كرة ملعوبة على اليمين، ركلة جزاء. لا، الحكم يقول خطأ قريب جدا من منطقة الجزاء. يشوت معلول في اتجاه المرمى، خطيرة. الله، خلص معلول يا معلول، قدمك دائما تأتي بالحلول للظهور في المباراة النهائية في نسخة 2025. نبيل معلول يسرق الأنظار ويكتب تاريخا بتسجيله 4 أهداف في هذا الجيل الرائع للمرة الثالثة يصل إلى المركز الثالث، والصورة تاريخية للنادي الأهلي.